إن يوما عند الله كألف سنة ما تعدون. 50,000 وين صارت آية 50,000؟ في يوم كان مقداره 50,000، في 1000 وفي 50,000. أي نموذج تريده على الهواء، هاي بعض الطبقات الفوقية. فإبليس هذه السجدة فلان 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 فلان، دي السجدة لم تكن هذه السجدة غير صحيحة وغير مقبولة، بل كانت هذه السجدة تمادي عجيب في عصيان الله. هذا الذي ذكرته الروايات مستفيضة بل متواترة، أن عبادات المخالفين عصيان كبير عجيب. عباداتهم نفس العبادة بوزان الفجور، بل أفجر من الفجور. عجيب. شلون تصدقها؟ شلون ما يصدق؟ هو شلون تصورها؟ هو تصوره يعني الذي يرتكب الفجور بداعي الهوى والهوس والشهوة. أما هذا الذي من أكبر إثما، عابد وثن أو مرتكب للفجور؟ واضح عابد وثن. لماذا؟ لأن عابد وثن يطيع عباداته وأعماله، يطيعها لمن؟ لغير الله. الخضوع والسجود والركوع والمجرة هذه يخضعها يضعضعها لغير الله أعظم من مرتكب الفجور. لذلك عندنا في الروايات أعمال المخالفين نفس دي أعمالهم أفجر من الفجور، وهذا بحث عقلها. هذه نفس الأعمال، نفس هذه الصلاة اللي بكذا وكذا كذا، نفس هذا العمل يصبح تنين أو أشجع خطير في النار. نفس هذا العمل واقعه هكذا. طبعا القرآن ينص على ذلك كما بين الإمام الباقر: إنما المشركون العرب وقريش نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني نفس صلاتهم اللي ورثوها من إبراهيم، وطوافهم واعتكافهم ووقوفهم بالمشعرين ورميهم الجمرات وحجهم وعمرتهم وكل أعمالهم العبادية. لاحظ كيف كما ينبه الباقر على دلالة ظاهر الآية، نفس هاي الأعمال نجس، نفس العمل نجس. يقول القرآن: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هم اللي ماذا يقربون المسجد الحرام؟ لأجل الصلاة، لأجل الطواف. يقول: احنا على سنة جدنا إبراهيم أو على كذا. من نتابع خاتم النبي. نفس هذا يقول هو نجس. النكتة واضحة: من عمل لي ولغيري أنا خير شريك.